بيبدأ مسلسلنا ببنت اسمها جين لما كان عندها 7 سنين. في السن الصغير ده بتكون مجبورة تشيل مسؤولية طفل صغير، وللأسف الطفل ده مش قريبها، حتى ده ابن جيرانهم، والولد شكله وحش قوي، وكل ما بتشوفه بتتريق عليه وبتقول إن هو شبه حاجة اسمها توفي. فبتقرر إن هي تسميه توفا، ورغم كده هي دايما بتهتم بيه لأن أمه مش موجودة خالص وما بتهتمش بيه عشان دايما مشغولة. ومع مرور الأيام كبروا هما الاتنين مع بعض، ومن كتر اهتمامها بيه بقت كل حاجة في حياته هي اللي بتعمل له كل حاجة، وبتاخد مصروفها وتشتري له كل اللي نفسه فيه. كل الذكريات دي اتحفرت في دماغه وما قدرش ينساها أبدا. وفي يوم توفا بيروح لجين وهو بيعيط وبيقول لها إن هو هيسافر تايلاند مع أمه، وبيقرر إن هو يسيب لها هدية وهي سنة من أسنانه، وبيكتشف إن هي الشخص الوحيد اللي عنده وبيديها لها علشان خايف ما يرجعش تاني. وبيفضل يعيط وبيقول لها إنه هيرجع لها في يوم من الأيام بس علشان يشوفها تاني ويسعد حياتها كلها زي ما هي أسعدت حياته. وهي كمان بتديله السماعة بتاعتها وبتقول له خد ده كذكرى مني علشان لما وحشك تسمع منه مزيكا. والوقت بيعدي وبعد فترة طويلة توفا بيرجع من تايلاند، بس اتغير تماما 180 درجة. بقى شاب وسيم جدا ومشهور، وكل بنت تتمنى بس يكلمها. وأول حاجة بيعملها لما بيرجع هي إنه بيكلم جين. بقى مغني مشهور جدا وحتى غير اسمه لأرلين. وعلى الناحية التانية جين هي كمان اتغيرت وبقت شغالة في شركة كبيرة وناجحة في شغلها. وهي قاعدة في الشغل بتجيلها مكالمة من أمها وبتقول لها إن توفا رجع من تايلاند تاني وإن هو هيعيش معاها. فبتتضايق جدا وبتحكي لصاحبتها، فصاحبتها بتقول لها صاحبك ممكن يسيبك لو شافه عايش معاكي. فجين بتقتنع بكلام صاحبتها وبتخاف إن توفا يجي يعيش معاها، وبتتصل بأمها وبتاخد رقم توفا وتكلمه. هي لسه فاكرة شكله وحش جدا، فبتقوله إن هي مش عايزة تشوف وشه تاني وإن هي كمان مش موافقة إنه يعيش معاها علشان هي مرتبطة، وخايفة صاحبها يزعل لو شافه هناك. وبتتكلم معاه بطريقة قاسية وبتقوله إن هي اتعذبت كتير وهي صغيرة، وبتهينه وبتجرح مشاعره. بس توفا بيكون هادي جدا وبكل بساطة بيطلع يقول لها إن هو مشتاق لها وإن هو بجد عايز يشوفها. فبتقفل في وشه فجأة علشان صاحبها دخل، وبيبدأ يكلمها ويقول لها إنه عايز يقابلها بالليل عشان عنده حاجة مهمة عاوز يقولها لها. وبعدين جين بتقابل صحابها اللي بيقولوا لها إن هم شافوا صاحبها بيشتري سلسلة خطوبة، فبتقول أكيد عشان كده طلب إن هو يقابلني النهاردة بالليل، أكيد بيخطط إن هو يطلب إيدي. وبتفضل تفكر توافق ولا لأ. وبالليل تروح تقابله في المطعم، وقبل ما تتكلم بيطلب منها ينفصلوا. فبتتصدم من اللي سمعته وبتترجى ان هما يفضلوا مع بعض، بس هو بيسيبها وبيمشي. فبتقعد هناك بهدوء وبتطلب اكل وبتاكل عادي، وبتقول ان الموضوع مش فارق معاها عشان هي اتعودت على كده. وبتبدأ تفتكر علاقاتها القديمة. أول صاحب ليها سابها في ثانوي وراح مع صاحبتها، والصاحب التاني طلب منها ينفصلوا وقال لها ما تبصلوش علشان لحظة الفراق صعبة عليه جدا، وإن عمره ما هيعرف يفرح من غيرها، وإن هو ماشي غصب عنه. وهي صدقته جدا لدرجة إن هي مشيت وراه وراقبته عشان تلاقيه قاعد بياكل أكل مشوي ومبسوط وعادي جدا. وبعدين حتى بتشوفه بيقابل بنت تانية وبيطلب منها تروح معاه السينما. أما بالنسبة للتالت فعمل إن هو بيحبها بس نيته ما كانتش كويسة، وأول ما وقفت له سابها في ساعتها. وجين بتتصدم لما بتكتشف إن صاحبها القديم مشي من المطعم من غير ما يدفع حساب الأكل اللي طلبه، وبتضطر إن هي تدفع وبتفضل تشتم فيه. وبتتمنى تعرف ليه حظها مع الرجالة دايما زفت كده. وهي راجعة البيت توفا بيتصل بيها تاني وبيفكرها بذكرياتهم، وبيقول لها قد إيه هو مشتاق ليها وقد إيه بجد هو عايز يشوفها. وبيقول إن رجع تايلاند أساسا علشان يكون قريب منها لأنه اشتاق لها قوي، وإنه كمان عنده وعد ليها من وهم صغيرين إنه هيرجع لها. بس هي بتقفل في وشه وبتروح لبيت مديرها اللي هو كمان صاحبها الأنسيم، وبتقوله إن صاحبها سابها وهي زعلانة ومش عارفة تعمل إيه. فبيهزر معاها وبينسيها زعلها وبتفرح، وبتحس إنه بيميل ليها وبتهتم بيه، وبتفكر إنها ممكن تقع في علاقة معاه قريب. وتاني يوم في الشغل صحابها بيقولوا لها عن حفلة كبيرة جدا لمغني مشهور اسمه أرلين، وكلنا عارفين إن أرلين هو توفا بس هي ما تعرفش. ولما بتروح الحفلة بيشوفوا بعض وبيتشدوا لبعض في ساعتها، بس ولا واحد فيهم بياخد باله إن هما نفس الشخصين بتوع زمان. جين بتشوف صاحبتها بتقرب من أرلين وبتحاول إن هي تقرب منه، فجين بتخطف شنطة الهدية منها وبتزقها وبتقول لها هو مش كفاية إنك سرقتي أيام ثانوي مني كمان، وبتهينها على الآخر. فأرلين بيسمع اللي بتقوله عن الشنطة وبيتعصب وبيقول لها إن هي قليلة الأدب ومش محترمة، فبتتعصب عليه وبتسيب الحفلة وبتمشي.
وبعدين أرلين بيعرف اسمها بالكامل وبيكتشف إن هي صاحبة طفولته، وبيجري وراها علشان يعتذر بس ما بيعرفش يحصلها. وبعدين أرلين بيطلع في برنامج تلفزيوني وبيعلن قدام الكل إن هو جه تايلاند خصوصا علشان يقابل البنت اللي علمته المزيكا وهو صغير، البنت اللي بسببها وصل للي هو فيه النهارده، بس لسه ما قابلهاش لحد دلوقتي. وبعد اللقاء بيروح لبيت جين القديم وبيفتكر ذكريات طفولتهم، بما فيها لما اديتله السماعة بتاعتها قبل ما يسافر علشان دايما يفتكرها. وتليفون جين بيرن وده طفل بيكون بيكلمها، بتتكلم معاه وبتقوله قد ايه هي منحوسة وازاي خسرت صاحبها وصاحبتها كمان. وبعدين بتقفل وبتتفاجئ لما بتلاقي أرلين نفسه داخل الكافيه اللي جنب بيتها، فبتسأله هو انت من المنطقة هنا، وبتقوله قد ايه هي معجبة بيه. وبصراحة بتقوله شكلك مهتم بيا طالما مشيت ورايا من الحفلة لحد هنا. فبيسألها لو في حد في حياتها أو مرتبطة، فبتقوله إن مفيش حد بيحبها. وبتمشي وهي ماسكة كوباية ليمون. وجين كانت عايشة لوحدها وبتدخل البيت وبتبدأ تفكر في صاحبها وهي ماسكة الخواتم بتاعت كل اللي سابوها قبل كده. وبعدين صحابها بيجوا يقضوا الليلة معاها وكل واحدة فيهم بتتكلم عن صاحبها وعمل لها ايه، في حين ان جين عمالة تفتكر السلسلة اللي صحابها قالوا ان هم شافوا صاحبها بيشتريها. وتاني يوم بتكتشف ان صاحبها قدم استقالته من شغله في نفس الشركة اللي هي شغالة فيها، فبتروح له وبتقوله انفصالنا حاجة وشغلنا مع بعض حاجة تانية. فبيقول لها ان هو مش طايق يشوف وشها قدام وشه وبيقول كده وهو متعصب، وهي بتصدقه. بس فجأة بتلاقي صاحبتها جاية بيته ولابسة السلسلة، فجين بتفقد أعصابها تماما وبتكسر السلسلة وبتضربها بالقلم. وبيبدأوا يتخانقوا وبيجي علشان ياخد صاحبتها، بس بيتصدم لما بيلاقيها بتتخانق مع جين. وجين بتفكر ان العربية اللي بره بتاعت صاحبتها فبتكسرها، فبيحاول يشرح لها ان هي عربيته هو وبيحاول يوقفها، بس بيكون فات الاوان والعربية اتدمرت خلاص. وفي وسط الهيصة دي هما الاتنين بيقعوا على بعض وبيقول لها على فكرة انا هبلغ عنك الشرطة، فبترد عليه وبتقول له انا كمان اتعورت، احنا كده خالصين. فبياخد مفاتيح عربيتها مقابل ان هو ما يكلمش الشرطة. فبتسأله هيعمل فيها ايه، فبيجيب لها دواء لإيديها بس بيمشيها تدفع تمنه كعقاب. وبيقول لها انه من صغره اتعلم ان لو حد عمل حاجة غلط لازم يتعاقب، وبيكون يقصدها هي، بس هي ما بتفهمش وبتقول ان الشخص اللي علمه كده غبي جدا، ومن غير ما تقصد بتهين نفسها. وبتتصدم لما أرلين النجم المشهور بيطلب منها تروح معاه الفندق، فبتقوله هو انت معجب بيا، بس هو بيقول لها انه عايزها توصله الفندق بالعربية علشان عربيته عطلت وبعدين تمشي. فبتحس بالإحراج، وفي البيت بتبص على كل الخواتم اللي سابوها حبايبها القدام وبتقول لنفسها كفاية أنا شبعت وجع قلب. وبعدين توفا بيتصل بيها فبتقوله بقسوة إن هي مش عايزة تشوفه وإنه كان صاحب وحش وإن هي مش عايزة تعرفه تاني، بس هو بيفضل يتصل من كلامها. وتوفا بياخد باله إن هي مش في البيت، فبيروح هناك وبيدخل بيتها طالما عارف الباسورد لما مشي وراها قبل كده. وبيتصل بيها وبيطلب منها حاجة أخيرة توصف الجنينة اللي كانوا بيلعبوا فيها وهم صغيرين، فبتوصفها له وبعدين بتروح هناك بنفسها علشان تقوله ما يتصلش بيها تاني. ولما بتوصل بتتصدم لما بتلاقي أرلين نفسه في الجنينة وبتسأله لو كان في واحد شكله وحش هنا من شوية، بس هو بيقول لها لا وإنه ما شافش حد. وفجأة أرلين بيمسك إيديها وبيأكلها بإيده، فبتتفاجئ جدا وهو بيعمل كده لأنه فاكر إنه هما صغيرين كانت هي اللي بتأكله بنفسها في نفس الجنينة دي. وبعدين أرلين بيتصل بيها من رقم مش معروف وبيطلب منها تيجي تشوف العربية، وبيقول إن هي لسه مش مظبوطة حتى بعد ما اتصلحت. ولما بتوصل بيطلب منها تركب العربية وبيسوق ويقف قدام البحر، وبيقول لها بصي ازاي الموتور بيقف لوحده، كأن العربية قررت تقف علشان يستمتعوا بوقتهم مع بعض. وهو واقف قدام البحر بيقول لها إن هو معجب بيها، فبتسأله ازاي ده ممكن، وأول مرة تقابله فيها قال عليها عدوانية وشتمها، بس هو مش بيرد عليها وبيحضنها، وهي بتحس إن ده أخيرا الحب الحقيقي، الحب اللي كانت مستنياه من زمان. وبتقضي الليلة كلها جنب تليفونها مستنية إن هو يتصل، بس بتفرح على الفاضي لأن هو ما بيتصلش خالص. والصبح بيجي وهي لسه جنب التليفون وبتسأل ليه حظها دايما وحش كده. وفي نفس الوقت أرلين بيشتري لها شوية حاجات من المحل وبيبعتهم لها، ولما الدليفري بيوصل وهي مش عارفة مين اللي باعت، توفا بيتصل وبيقول لها إن هو اللي باعت الحاجات دي، فبتطلب منه ما يبعتلهاش حاجة تاني وبتقفل. وبتبدأ تفكر في أرلين وبتسأل هو ليه ما اتصلش، فبتقول لنفسها إنه غالبا مجرد نجم مشهور وبيلعب بمشاعرها. وفي الشغل بتشوف صحابها دايما بيجيلهم رسايل من حبايبهم، فبتبص في تليفونها وبتتمنى أرلين يبعت لها رسالة،
بس مفيش حاجة بتحصل. وفي الوقت ده توفا جوه بيتها بينضفوا وبيسيب رسمات كانوا بيرسموها سوا وهم صغيرين، وقبل ما يمشي بيسمعها بتفتح الباب فبيستخبى بسرعة، فبتغير هدومها وبتتكلم في التليفون مع مديرها في الوقت اللي توفا بيتفرج وبيسمع، وبيمشي أول ما بتجيله الفرصة. وبعدين جين بتاخد بالها من الرسومات بتاعة طفولتها وبتشوف إن البيت نظيف ومنظم جدا، فبتتصل بتوفا في ساعتها فبيقول لها إن هو سمع كل حاجة، وكمان بيقول لها إنه غير باسورد الباب لتاريخ ميلاده وبيسألها لو فاكراه، بس هي ما بتفتكرش أي حاجة وبتضطر تدخل شقتها من الشباك، وبتقعد هناك تبص على ذكرياتهم سوا، وبتبعت له رسالة وبتقول له فيه إنه ممنوع يقتحم بيتها تاني وإن هو دلوقتي شخص غريب بالنسبة لها. وبعدين هي وصاحبتها كي بيمضوا عقد سوا في الشركة، بس دايما في مشاكل في الشغل، وكي دايما بتحاول تستفزها وبترمي القلم على الأرض علشان جين تجيبه، بس جين بتاخده وبتديهولها في إيديها وبتمضي بيه رغم إن القلم كان هدية من المدير. ولما أرلين بيجي شركة كي، جين بتتعامل معاه بأسلوب وحش وبتبص لكي بقرف، وبتغير جدا لما بتشوف كي بتحضنه، وبتتصل بأمها علشان تسألها على تاريخ ميلاد توفا علشان تفتح الباب، بس بتكتشف إن عيد ميلاده بكرة أصلا، فبتتصل بيه وبتعزمه على الفطار علشان تحتفل بعيد ميلاده، وقلبها أخيرا بيحن ناحيته، بس بتتصدم لما بيوصل وكل حاجة بتبقى واضحة، وبتكتشف إن توفا هو أرلين وإن هو كان بيحب الاسم ده من صغره، وبتبقى محتارة ازاي كان شكله وحش وبقى وسيم دلوقتي، وبتاخد وقت علشان تستوعب كل حاجة، وبعدين بتضربه بالقلم وبتمشي على شغلها، بس هو بيقف بعربيته الغالية جدا وبيمنعها، وهو عارف ان هي مش هتجرؤ تضربها تاني، وبيكون مصر ان هو يوصلها بنفسه، وطول السكة بتعمل نفسها نايمة علشان ما تتكلمش معاه. وفي الشغل بتلاقي صور أرلين في كل حتة، ومديرها بيطلب منها إن هي تبص الناحية التانية وبيقول لها شكلك حلو قوي النهاردة، أنا دايما ببقى مبسوط لما بشوفك، فكلامه ده بيخليها مبسوطة وبتتشجع جدا. ولما بتروح البيت بتلاقي النت مقطوع وكل حاجة اتنقلت، وهو بيخطط يعيش معاها من غير حتى ما يسألها أو ياخد رأيها في أي حاجة، وبيحاول إن هو يتكلم معاها بس هي ما بتردش، وبيقول لها إنه دور على سبب علشان يحبها بس ملقاش، وإنه بجد بيحبها من غير أي سبب خالص. فجين بتضحك بطريقة وبتقوله إن هو مجرد عيل، وإن هي هتشتكيه لأمه زي ما كانت بتعمل وهما صغيرين، بس هو بيمنعها إنها تبعت أي رسالة لأمه، فبتسأله ليه مبسوط بالذكريات دي وبتقوله إن هو بوظ طفولتها، وإن هي عمرها ما عاشت طفولتها بسببه، وإن كل ذكرياتها وحشة زيه بالظبط. فتوفى بيفتكر إزاي كان بينام بس على ظهرها وبيعترف إن هو فعلا كان عبء، وبيحس بالحزن وبيمشي من البيت، فبتبعت له رسالة وبتقوله إن الوقت اتأخر وإن هو لازم يرجع البيت، فبيرجع في ساعتها وبيعتذر على كل حاجة، وبيقول لها إن أيوة كان عيل وقتها بس دلوقتي هيعوضها عن كل حاجة، وبيقدم لها الأكل اللي جهزه لها وهو بره. وبعد فترة جين بتكتشف إن مديرها كان زمان في علاقة مع كي وإن كي هي اللي سابته، فبتزعل جدا لأن هي كانت بدأت تعجب بيه. ولما بتروح البيت بتلاقي إن توفا جهز لها أكل تاني وبيعتذر، وبعدين بيقول لها إن هما مش هيروحوا البيت النهاردة. وفي نفس الوقت ده مديرها بيشرب وبيقرر إن هو يروح لبيت جين، والصبح بيروح هناك وبيتصدم لما بيشوف توفا وبيسأل مين ده، فجين بتقول إن هو أخوها، وتوفا في ساعتها بيقول إن هو مش أخوها ولا حاجة. فجين بتطلب من توفا إن هو يجيب قميص لمديرها عشان هي حرقت هدومه بالغلط من غير ما تقصد امبارح بالليل، بس توفا بيرفض وهي بتعزمه على الفطار وبتقول إن هي عملته بنفسها، فبيقول لها تقصدي توفا هو اللي عمله مش انتي صح؟ فبتضربه في رجله علشان يسكت، بس المدير بيقول دي رجلي على فكرة، والموقف بيكون محرج جدا. وبعدها جين ومديرها بيروحوا الشغل سوا، في حين إن توفا بيجهز الغدا ليها علشان يكون جاهز لما ترجع، وبيحط الأكل في التلاجة، بس لما بترجع متأخر وما بتاكلش عشان مشغولة في الشغل بيجيب ورد في أوضتها وبينظف وينظم كل حاجة. ولما بتتأخر بره بيتصل بيها وبيكتشف إن هي في كافيه، وبتطلب منه ما يجيش فبيوافق، بس بعدين بيقول لنفسه إن لما الست تطلب منك ما تجيش ده الوقت المظبوط اللي لازم تروح فيه، وبيروح هناك في ساعتها وبيلاقيها شاربة ومش في وعيها، فبيقول لها بشويش أنا هنا وهحميكي، وبيغمى عليها من كتر الشرب فبيشيلها على ظهره علشان يروحها، فبيفتكر لما كانوا صغيرين وكانت هي اللي بتشيله على ظهرها، وإزاي كان بيغير لما تتكلم مع أي ولد، وإزاي جاب لها ورد ونيمها على السرير وبيحطها على السرير وبيغطيها. وتاني يوم جين بتروح الشغل بس بتكتشف إن حملتها التسويقية فشلت، وطريقة مديرها معاها اتغيرت تماما، وفي نفس الوقت حملة كي ناجحة جدا. فجين بتعيط لتوفا وبتقول إن هي تقدر تستحمل الفشل بس ما تقدرش تستحمل نجاح كي لأنه جاي على حساب فشلها هي، فهو بيحاول يهديها ويطمنها. وتوفا كان متخيل إن حياته مع جين هتبقى مليانة حب وثقة بعد ما رجع من بره،
بس بدل من ده هي دايما مشغولة في حياتها وشغلها بس، في حين إن هو بيحاول يهتم بيها ويعوضها عن اللي فات. وفي الوقت ده المدير بيرجع تاني لكي، وتوفا بيسأل جين إذا كانت بتعيط عشان طريقة مديرها اتغيرت معاها ولا عشان نجاح كي، وبيقول لها إنها لازم تعرف هي عايزة إيه بجد. فبتسأله أنت عارف أنت عايز إيه؟ فبيرد بمنتهى الصراحة وبيقول لها عايزك تكوني أقرب شخص ليا، عايزك انت بكل بساطة. وبيقرب وبيبص في عينيها وبيطلب منها تسمع المزيكا بتاعته، فبتوافق وبتروح معاه. وهي بتسمع بتنام على كتفه، فبيشيلها وبيحطها على السرير علشان هي تعبانة، بس هي بتمسك ايده وهي نايمة وما بتسيبهاش، فما بيكونش قدامه حل تاني غير انه ينام جنبها. وبيعمل نفسه نايم لما بتصحى وبتلاقيه نايم جنبها، فبتاخد بالها ان هي مش متضايقة خالص وبتقول ان هي نامت كويس. وفي نفس الوقت كي والمدير رجعوا لبعض والأربعة باين عليهم مبسوطين. بس للأسف الأمور ما بتفضلش زي ما هي، وجين بتتخانق مع صاحبتها وبتحكي لتوفا، فبيقول لها إن هي اللي غلطانة وبيطلب منها إن هي تعتذر، فبتسمع كلامه وبتعمل كده وده بيخليه مبسوط جدا. وتاني يوم جين بتفتكر إن المدير بيشاور لها، بس بتتصدم لما بتكتشف إن هو بيشاور لكي وما كانتش تعرف إن هما رجعوا لبعض. فبتتضايق جدا وبترجع لتوفا وبتسأله ليه كل الرجالة بتحب كي ومش بيحبوها هي، وبتسأله لو هو كمان بيحب كي، بس هو بيقول لها أنا بحبك انتي وانتي بتحبيني أنا كمان. وفي الشغل جين عمالة تفكر في كلامه وبتبعت له رسالة وبتقوله إنه مستحيل هو يعجب بيها ومستحيل هي تعجب بيه، لأن فرق السن اللي بينهم كبير قوي. وبتكتشف إن هي في الحقيقة مشدودة للمدير وبتزعل لما بتشوف كي معاه، بس هو خلاص ما بقاش مهتم بجين وما بيعرضش عليها حتى يروحها زي زمان. ولما بترجع البيت وما بتلاقيش توفا بتبعت له رسالة، فبيقول لها قولي إني وحشتك عشان أظهر، فبتوافق وهي مكسوفة. وفجأة بيظهر وبيكون في الحمام طول الوقت ده، وبتحكي له عن مشاعرها المتلخبطة ناحية مديرها، فبيسألها مباشرة إذا كانت زعلانة عشان كي ولا عشان هي بتحب المدير. وفجأة توفا بيبص في عينيها وبيقول لها بكل بساطة إن هو بيحبها، بس هي بتهرب منه لأنها لسه شايفاه مجرد عيل. وفي الوقت ده كي بتطلب من المدير إن هو يروح معاها مسرحية، بس هو بيتضايق لأن هي اجتماعية زيادة عن اللزوم. وبنعرف إن علاقتهم كانت بس عشان مصالح الشغل، فبيقرر إن هو ينفصل عنها. وبيروح لجين وبيقول لها إن هو انفصل عن كي وبيطلب منها تروح المسرحية معاه، وبيكون بيعمل كده علشان يضايق كي. فجين لما بتطلب من توفا يساعدها تختار فستان تلبسه لما تقابل المدير بتبقى مبسوطة بشكل مش طبيعي وبتطلب منه إن هو يوصلها هناك. ولما بتوصل بتشوف كي في المسرحية مع المدير وبتكتشف إن المدير كان بيستغلها بس علشان يجرح كي، فبتمشي وهي مكسورة وبتحكي لتوفا على كل حاجة. فهو بيهديها وبيقول لها أنا هفضل أحبك دايما وهفضل جنبك في أي وقت تحتاجيني فيه. ومديرها بيتصل عشان اجتماع مهم بكرة، بس توفا بيقفل التليفون علشان ما تصحاش. والصبح جين بتهزق توفا علشان أخرها، بس بيعمل لها فطار وبيوصلها الشغل. وبتنسى الحلويات في العربية، فبيمشي وراها جوه الشركة علشان يديهم لها، بس بدل كده بيقابل المدير وبيديهم له. والمدير وجين كانوا بيفطروا سوا، وجين بتبدأ تفكر في مشاعرها ناحية المدير، بس بتقول لنفسها إنه ممكن يجرحها تاني. فالمدير بيقول لها على فكرة أنا وكي انفصلنا. وفي اللحظة دي كي بتدخل وبتشوفهم سوا وبتتضايق جدا، وجين بتبعت رسالة لتوفا وبتقوله إن هي مبسوطة ونفسها في مكرونة، فبيبعت لها الصورة للمكرونة اللي بيطبخها أصلا وبيقول لها احنا عارفين بعض كويس مش محتاجة تشرحي نفسك. وبتروح البيت وبياكلوا سوا وبتقوله الأكل طعمه تحفة، فهو بيفرح جدا. وبعدها بيفكرها لما وعدته وهم صغيرين إن هي هتاخده حديقة الحيوان، وبيقول لها إن هي لسه ما وفتش بالوعد ده، وبيقعدوا سوا يفتكروا ذكرياتهم. وجين بتعمل نفسها تعبانة جدا وبتنام على كتفه علشان يشيلها ويوديها السرير. وتاني يوم لما جين بتروح الشغل بتكتشف إن حملتها التسويقية نجحت، ومديرها بيرجع يعملها حلو زي الأول وبيعزمها على الغدا علشان يحتفلوا بنجاح الحملة، بس بتسأله لو يقدروا يقضوا يوم كامل سوا مش بس يتغدوا. فكي بتكون واقفة في اللحظة دي وبتسمع كل حاجة. وجين بعدين بتقول لتوفا إن المدير وافق يقضي يوم كامل معاها، فتوفا بيتعصب جدا وبيسيبها وبيمشي. وجين بتمشي وراه وبتسأله أنا عملت إيه غلط علشان تزعل، فبيقول لها إن ده وقت النوم وإن هما لازم يناموا. فبتسأله هو رايح فين، بس هو بيمشي من غير ما يرد. وبعد ما بيمشي بتبعتله رسالة علشان يرجع بسرعة لأن هي مش هتنام لحد ما يرجع. وبيرجع فعلا. وتاني يوم كي بتطلب من جين تيجي بيتها، ولما بيتقابلوا كي بتقترح إن هما يرجعوا صحاب تاني، وكمان بتطلب من جين تبعد عن المدير. وكي بتقول لها إن هي بجد بتحبه وهو كمان بيحبها، بس هو بيستغل جين بس عشان يضايقها. فجين بتتحرج من الحقيقة وبتتصل بتوفا تسأله هو فين عشان هي زعلانة ومحتاجاه، لأن هو الوحيد اللي يقدر يواسيها.
ولما بيتقابلوا بيقول لها وحشتك وما قدرتيش تبعدي عني، وبيحضنها وهو بيضحك بس هي بتحاول تزقه بعيد. وجين بتغير رأيها وبتقرر إن هي مش عايزة تخرج مع المدير في اليوم اللي اتفقوا عليه، وبتسأل توفا ايه العذر اللي تقوله لو المدير اتصل، بس بتتفاجئ لما المدير بيتصل الأول وبيقول لها إن هو عيان ومش هيعرف يخرج. فبتفرح إن هي جت من ناحيته، بس بعدين بتكون مصرة إن هي تزوره علشان تطمن عليه عشان قلقانة، وبتاخد له أكل من اللي توفا جهزه وبتروح بيته. ولما بتوصل بتلاقي كي هناك أصلا، بس المدير بيطرد كي وبيقول لها إن هو دلوقتي بيحب جين. فجين بتحس إن هي مش مرتاحة وبتمشي ورا كي وبتحاول إن هي تهديها وتصالحها، بس كي بترفض إن هي تسمع. فجين بترجع لتوفا وهي زعلانة جدا وبتقوله إن هي عايزة تسمع المزيكا بتاعته، وكمان بتقوله إن هي جعانة جدا ومش قادرة تتحرك وعايزة حد يشيلها يروحها. وفي الوقت ده المدير بيتكلم مع زميل في الشركة وبيقوله إن جين هتبقى مديرة زيه في نفس المكان عشان هي ناجحة وكل الناس بتحبها. وأول ما بيسمع كده بيقرر إن هو يروح لها ويطلب منها يرتبطوا رسمي. فجين بتوافق في ساعتها وبتبقى مبسوطة جدا، رغم إن توفا كان مجهز لها مفاجأة وشاريلها ورد. وبتروح لتوفا وبتقوله إن المدير طلب منها إن هما يرتبطوا وهي مبسوطة جدا، بس هو بيقاطعها وبيبص في عينيها وبيقول لها بحبك على أمل إن هي تفهم أخيرا. بس تاني يوم بتروح في ديت مع المدير وتوفا بيشوفها ماشية لوحدها في المطر، وبيسألها إزاي يسيبك ماشية لوحدك في المطر من غير ما يوصلك البيت، وبيسألها هي بتحب فيه إيه أصلا. فبتقوله عشان المدير بيقرب منها وفجأة بيقول لها قد إيه هي شكلها حلو. فتوفا بيحاول يقلده وبيقول لها شكلك حلو النهارده، بس بعدين بيقول بتريقة إن الخبرة بتفرق. وبعدين المدير بيطلب من جين تيجي بيته، فجين بتفكر إن ده هيكون ديت رومانسي، بس لما بتوصل ما بيتكلمش غير عن الشغل. فبتقوله إن هي جعانة عشان يبطل كلام عن الشغل. وبعدين بيوصلها البيت وتوفا بيجي وبيجيب زرافة صغيرة هدية لجين. فالمدير بيتريق عليه وبيقوله هو انت بجد بتحبها، انت عيل قوي. فتوفا بيدي لجين الزرافة وبيحضنها. وتاني يوم جين اترقت فعلا في الشغل وبقت مشغولة جدا، وكي بتبدأ تتقرب من توفا وبتطلب منه يخرجوا سوا بعربيته. ولما بيرجع وبيقول لجين انه خرج مع كي بتحس ان هي متضايقة، بس مش بتبين وبتقول إن هي كمان رايحة بيت صاحبها. وبعدين كلهم بيتجمعوا في حفلة وجين بتسمع كي والمدير بيتكلموا، وبتسمع بالصدفة كي بتقوله إن هو بيقرب من جين بس علشان يسيطر على الشركة. فتوفا بيطلب من جين تمشي من الحفلة معاه وبيقول لها إن هي تستاهل حد يحبها بجد مش حد يستغلها، وبيقول لها إن هي المفروض ما تندمش على وجودها مع حد سطحي، المفروض تكون مع حد بيحبها بجد، مش شرط هو، المهم حد بيحبها. فجين بتقوله بحزن إن هي دورت على الشخص ده كتير بس ما لقيتهوش. فتوفا بيقول لها بس أنا واقف قدامك أهو. فبتسيبه وبتمشي وبتطلب منه ما يمشيش وراها، بس توفا بيمشي وراها لأن هو معتقد إن لما الست تقول ما تمشيش ورايا بتبقى في الحقيقة عايزاك تمشي. وبتروح للكافيه بتاعها المعتاد علشان تشرب، وتوفا بيسيبها هناك وبيروح البيت وبيلاقي المدير بره البيت مستنيها وبيسأله هي فين جين. في الأول توفا بيقوله إن هو ما يعرفش، بس في الآخر بيقوله لأن هو عارف إن دي الحاجة الوحيدة اللي هتطلع جين من الحالة اللي هي فيها. والمدير بيروح لجين وأول ما بتشوفه بتطمن وبتتصالح معاه وبتبقى مبسوطة وبتصدق إن هو بيحبها وبتبتسم له. وفي الوقت ده توفا بيكون مستنيها وبيبعت لها رسالة يسألها هي اتأخرت ليه. فجين بتفكر تنفصل عن المدير بس مش بتعمل كده، والمدير بيوصلها البيت وبيسأل عن سن توفا فبتقوله إن هو أصغر منها ب6 سنين. ولما جين بتدخل البيت ما بتلاقيش توفا بتبعت له رسالة وبتقوله إن هي مستنياه في أوضته. والصبح بيجي وبتكتشف إن توفا كان مستنياها في أوضتها، وهما الاتنين كانوا نايمين في أوض بعض من غير ما حد فيهم ياخد باله. وجين بتروح مع توفا لمكان شغله وبيقول لها إن شغله في تايلاند خلص وإن هو هيسافر تاني، وبيطلب منها حاجة واحدة بسيطة إن هما يتفرجوا على السما سوا. وبعدها بيطلب منها يتعشوا سوا لآخر مرة، وبعدها بيخرجوا سوا يرموا الزبالة، وبينهوا اليوم بنهاية لطيفة. وجين بتضحك من غير ما تاخد بالها إن المدير بيبص عليهم من بره البيت. وبعدين المدير بياخد جين السينما وما بيتكلمش معاها ولا بيقول أي حاجة، وهي بتحس بالحيرة وما بتكونش عارفة تشرح اللي هو شافه إزاي. ولما بترجع البيت بتكون لسه قلقانة على توفا فبتروح أوضته تطمن عليه وهو نايم، بس بتلاقيه صاحي فبتضربه وبتقوله من النهاردة يلزم حدوده معاها وبتجرح مشاعره وبتمشي. وبتبدأ تاخد صور في البيت وتبعتهم لمديرها وبتقول إن هي بتنظف علشان ما يفهمش غلط. وتوفا بيمسك تليفونها وبيقول بهزار هو انت اللي بتنضفي مش أنا. ولما جين بترجع الشغل بتحس بملل شديد وبتحس إن هي مشتاقاله وبتتصل بيه فبيرد عليها وبيقول لها وحشتك صح، بس هي بترد عليه وبتقوله لا أنا اتصلت بالغلط، وبعدين بتقفل في وشه. وبعدين كي بتيجي وبتشوف توفا ولما بيرجع يقول لجين بيلاقيها زعلانة جدا،
وبعدين المدير بيتصل بجين وبيقول لها إن هو مشتاق لها وإنه في طريقه لبيتها علشان يخرجوا سوا. فتوفا بيمسك إيديها وبيطلب منها ما تخرجش معاه، وبيقول لها إن هي بتقضي اليوم كله مع مديرها في الشغل، وبيطلب منها تديله على الأقل شوية وقت صغيرين من يومها. وبيقول لها إن لو خرجت مع المدير يبقى هي بتختاره هو، ولما ترجع مش هتلاقيه وهيكون رجع أمريكا. فجين ما بتكونش عارفة تعمل ايه، وبتلاقي نفسها بتقول للمدير ان هي تعبانة جدا ومش هتقدر ان هي تخرج. فتوفا بيمشي وراها وبيقول قدام المدير ان هي لازم تختار يا اما هو يا اما المدير دلوقتي. فالمدير بيرد بثقة وبيقول ان هي هتختاره هو عشان هي بتحبه. فتوفا بيقول للمدير يبعد عنها، وبيفكر جين ان مفيش حد بيموت من الحب، بس للأسف جين بتختار المدير المرة دي. وتاني يوم توفا بيقرر ان هو يمشي للأبد، وبيلم حاجته وبيسيب السماعة اللي هي اديتها له وهم صغيرين علشان تفتكره، يعني ما بقاش عايز اي حاجة تربطه بيها. وجين بتكون راجعة من الشغل وبتقابله وهو ماشي، وبتقوله ان لو قرب منها هتطرده، بس هو بيقرب وبيحضنها وبيقول لها ان ده الوداع. بس جين ما بتفهمش اي حاجة وبتسأله يعني ايه وداع، بس هو ما بيردش وبيمشي. فبتدخل جوه وبتلاقي ان فعلا لم كل حاجة ومشي بجد، وبتبدأ تكتب والحزن بيبقى واضح على وشها. فبتحاول إن هي ترجعه وبتتصل بيه كتير، بس تليفونه بيكون مقفول. ومن كتر عصبيتها والرغبة في الانتقام لأنه سابها، بتبدأ إن هي تعمل كل حاجة عارفة إن هي بتضايقه، وبتكركب كل حاجة حواليها وبتبطل أكل وبتبقى ضعيفة وباين عليها، وصحتها بتتدهور وبتكون فاكرة إن هو ده اللي هيرجعه. وجين بتسأل عنه وبيتقال لها إن هو دلوقتي بيقدم برنامج راديو وإن هو مبسوط في حياته. فبتاخد بالها إن حياته ماشية عادي من غيرها. ومع الوقت جين بتبقى مهبطة تماما ومفيش حد جنبها، وهي كانت اتعودت على وجوده عشان كان بيميل ليها وبيهتم بيها، وبتعيط وهي مش عارفة تعمل ايه من غيره. فجين بتروح للحديقة اللي كانوا بيقعدوا فيها سوا وبتتصل بالمدير وبتقوله إن هي عيانة ومش هتعرف تيجي الشغل. وفجأة بتبدأ تمطر، والصدمة إن توفا بيظهر وبيقول إن هو نسي شوية حاجات في البيت وجاي بس علشان ياخدها. ولما بيجي يمشي بتقوله إن هي عيانة جدا، على أمل إن هو يهتم بيها زي الأول. وبتسأله هيرجع البيت امتى، فبيقول لها ان هو مش هيرجع غير لما يسمع الكلام اللي عايز يسمعه منها، وبيسيبها زي العيلة وبعدين بيرجع تاني لانه ما بيقدرش يمشي. وبيقول ان هو هيقعد بس لحد ما المطر يقف، وبيطلب منها ما تتكلمش معاه. والمدير بيتصل بجين وتوفا بيطلب منها ما تردش، فجين بتسمع الكلام بس توفا لسه بيمشي. وبعدين المدير بيجيلها لما بيسمع ان هي عيانة وبيسألها ليه ما كانتش بترد على مكالماته، فجين بتعتذر وبتشرح ان هي كانت عيانة. وفي نفس الوقت توفا بيتفرج على صور طفولتها وبيرجع السماعات اللي كان شايلها. فجين بتقول لنفسها ان المرة دي توفا ما وعدهاش يرجع زي الأول، وبتعيط وهي فاكرة ان هي دي لحظة الوداع. وجين بتروح للمدير وفجأة بتطلب ان هما ينفصلوا، وبتقوله ان هي كانت غلطانة وان هو بيحب ست تانية مش هي، وبتقوله ان هو المفروض يرجع لكي. وبتروح البيت تنظف أوضة توفا وبتفكر ان هي تبعتله رسالة، وبتبعت له فعلا وبتقوله ان هي انفصلت عن المدير ونظفت اوضته، وبتطلب منه يرجع، بس هو لسه مش هيرجع غير لما يسمع الكلام اللي عايزه. وجين بتقابل المدير تاني وبتكتشف ان هو ما بيحبهاش، حتى لما طلبت منه يتمسك بيها ولا مرة قال لها بحبك. وبتقوله ان كي بجد بتحبه وهو كمان بيحبها، وان الصح ان هما يرجعوا لبعض. وجين بتفكر تروح فندق توفا علشان تعترف بحبها، بس بتتردد علشان فرق ال6 سنين. وبتتفاجئ لما بتلاقي توفا داخل الفندق وبتحاول إن هي تستخبى، بس بيشوفها وبيقول لها إن هو مستني فوق. فبتقوله إن هي جاية بس تديله باقي حاجته، وبتاخد الشنطة وبيقفل الباب في وشها. فبتخبط تاني وبتقوله أنت عارف أنا هنا ليه؟ فبيقول لها إنه لو كان عارف كان هيعمل نفسه مش عارف. وبيقول لها إن معجبين كتير بيقدروا يقولوا الكلام اللي عايز يسمعه، بس هو عاوز يسمعه منها هي. فبتقوله إن فرق السن صعب، 6 سنين بينهم. فبيسأل لو هو غلطان وبيقفل الباب تاني. فبترجع البيت لوحدها وبتبص على ذكريات العشاق اللي كانوا في يوم متعلقين بيها وفجأة مشيوا، والكهرباء بتقطع وتوفا بيتصل علشان يطمن عليها، بس بطارية تليفونه بتفصل. فبيترعب وبيجري لبيتها وما بيلاقيهاش، فبيدور في كل حتة وأخيرا بيلاقيها قاعدة في الحديقة. ولما بيشوف إن هي كويسة بيقعد جنبها وبيقول إن هو هيرتاح شوية وبعدين هيمشي، وبيطلب منها إن هي متكلموش تاني. بس في الآخر بيمسك إيديها وبيمشي معاها. وبعدين جين بتقابل كي وبتسألها عن علاقتها بتوفا، فكي بتقول لها إن في معجبين كتير وهي واحدة منهم، بس مفيش حاجة بينها وبين توفا، هي مجرد معجبة وما كانتش تقصد تجرحها. فجين أخيرا بتروح الفندق تاني وبتقول لتوفا إن هي بتحبه، فبيقول إن هو مسمعهاش وبيطلب منها إن هي تعيدها.
فبتعيدها تاني وهو بيفرح وبيحضنها، وهي بتقول لكل اصحابها ان هي في علاقة معاه وبيحذروها تاخد بالها منه علشان عنده معجبين كتير. فجين بتبدأ تتابع برنامجه في الراديو وبيستضيف بنتين، وواحدة فيهم بتقوله ان هي معجبة كبيرة وبتحبه، وبيبص للكاميرا وبيقول انه بيحب اجمل بنت في العالم وهي بتتفرج دلوقتي. فجين وقتها بتحس بسعادة كبيرة. ووقت النوم بتتكلم مع الزرافة اللي اداها لها وبتسأل ليه مجاش، وبتقول لنفسها ان الحاجات الرخيصة دايما رخيصة وملهاش قيمة. وبتبعت له رسالة وبتقول له إن الزرافة شكلها وحش، فتوفى بيجي أوضتها وبيحضن الزرافة. وتاني يوم في الشغل بتقوله إن هي قعدت وقت طويل تجهز أكل ليه، ولما بيدخل المطبخ مش بيلاقي حاجة جاهزة وبيسأل لو ده الأكل اللي قعدت وقت طويل تجهزه. ولما بتظهر بيضحك وبيقول عادي، هو حتى مش فاهم هي طبخت ايه بس بياكل علشان ما تزعلش. فبتقوله لو عجبك هطبخلك كل يوم، لكنه بيقول لها لا وإن هو اللي هيطبخ لها. وفي الوقت ده كي بتروح للمدير وبتطلب ان هما يرجعوا لبعض، وبيرجعوا فعلا علشان هما بيحبوا بعض بجد. واخيرا جين بتفاجئ توفا وبتطلب منه يغمض عينيه، وبتاخده لحديقة الحيوان اللي وعدته تاخده ليها وهما صغيرين، وبتبص في عينه وبتعترف له بحبها، وبيخلص المسلسل. وبس كده، ما تنسوش تقولوا لي رأيكم في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. باي باي.